سلمان بصره، لكن عناداً غريباً كان قد استيقظ في قلبه. بدأ يظن أنه قادر على التحكم في كل شيء، وهذه الثقة بالنفس كانت تتحول تدريجياً إلى خداع للذات. وفي تلك الأثناء طرح موضوع الزواج، وذكر اسم عائشة لأول مرة في البيت. قدمت زاهدة بيغم صورتها وقالت: إن الفتاة تبدو مهذبة. سأل حيدر علي سلمان عن رأيه، فأجاب باختصار: نعم، مناسبة. كانت هذه الكلمة بحد ذاتها علامة على أن سلمان لم يفهم بعد معنى المسؤولية، ولم يكن يعلم أن العلاقة التي يراها عادية ستصبح لاحقاً أعظم اختبار لضميره. سأل سلمان أثناء شاي الصباح: أمي، كيف جاء اقتراح عائشة؟ ابتسمت زاهدة بيغم وقالت: يا بني، هي من عائلة محترمة، بسيطة وعاقلة ومناسبة لك. رفع حيدر علي نظره عن الجريدة وقال: يا بني، هذا القرار اتخذته العائلة بعد التفكير، وعليك فقط أن تستعد. شعر سلمان بسعادة في داخله، لكنه تمالك أعصابه وقال: نعم يا أبي، أنا سعيد. بدأت استعدادات الزواج، وكانت أولى المناسبات الحناء، وكان سدرة ووقاص يشرفان على الترتيبات الصغيرة، والأم تعد قائمة الطعام. كانت الفرحة في عيني سلمان، لكن كلمات نعمان كانت تدور في قلبه. قال نعمان عبر الهاتف: هل أنت مستعد حقاً؟ أكبر مرحلة في حياتك قادمة. أجاب سلمان مبتسما: نعم، أنا مستعد، ونصائحك في بالي. وصلت الدعوات من جهة أهل العروس، وبدأ الأقارب والأصدقاء في التوافد، وكانت الأيام مليئة بالزينة والطعام وترتيب البرامج، مشغولة لكنها مفعمة بالفرح. كان نعمان حاضراً أيضاً، يحمل في قلبه الصداقة والذكريات، ويقول ضاحكاً في كل مرة: الحياة ستتغير، فقط ضع قدمك في المكان الصحيح. بدأت تجهيزات الزفاف من جهة الوالدين، زينة من الزهور والمصابيح الملونة في فناء البيت. سأل حيدر علي: سلمان، هل أخبرت أصدقائك؟ أجاب سلمان بتوتر خفيف: نعم يا أبي، نعمان سيأتي، وسنلتزم بأصول البيت. في ليلة الزفاف كانت الموسيقى تعلو، والضيوف سعداء، والأنوار والروائح في كل مكان. كانت عينا سلمان على عائشة، وموجة فرح في قلبه. ربت نعمان على يده وقال: الآن يا رجل، اتخذت أكبر قرار في حياتك. في يوم النكاح كانت التحضيرات تسير كالمعتاد، الناس يتوافدون، والأقارب يضحكون ويدعون. فكر سلمان في نفسه: اليوم كل شيء جديد، آمل فقط أن يكون كل شيء بخير. قال حيدر علي: يا بني، سيبدأ عقد النكاح الآن. أثناء المراسم نظر سلمان وعائشة إلى بعضهما بصمت، دون كلام، فقط شعور بنبض القلب في حضور الآخر. بعد أيام قليلة بدأت لحظات بسيطة لكنها جميلة تدخل حياة سلمان وعائشة. بعد العشاء قال سلمان: عائشة، لنخرج قليلا ونتحدث. أجابت: نعم، سيعجبني ذلك. أحاديث صغيرة، إمساك بالأيدي، ابتسامات خفيفة، كل ذلك كان يزرع المحبة في علاقتهما. في مساء على السطح وهما يشاهدان المطر، قال سلمان: هذه لحظة جميلة فعلا، فقط معك. قالت عائشة: نعم، وستبقى هذه اللحظة ذكرى لنا. كان نعمان يشعر بشيء لكنه لم يرد الاعتراف به، فكلما جاء إلى بيت سلمان ابتسامة عائشة الصامتة، وانتباه سلمان اللاواعي نحوها، والتفاهم غير المعلن بينهما، كل ذلك بدأ يزعجه. كان يرى أن سلمان تغير، كان يجلس مع الأصدقاء ساعات طويلة، والآن يعود إلى البيت في وقته. كان مهملا وأصبح مسؤولا، وسبب هذا التغيير كان واحدا فقط: عائشة. قال نعمان في نفسه يوما: هذه الفتاة تبعد سلمان عني. نعمان نفسه الذي كان سلمان يعده صديقا حميما، والذي قضى معه أيام الشباب، وأمامه كشف ضعفه. في قلب هذا النعمان تجذر الحسد، كان يؤلمه أن سلمان وجد السكينة وهو لم يجدها. قال نعمان لنفسه ذات مساء: إذا استمر هذان معا فلن يعود سلمان أبدا تحت سيطرتي. من هنا ولدت المؤامرة. قرر نعمان استخدام خطأ سلمان الماضي لا للابتزاز فقط، بل كسلاح لكسر العلاقة.
لم يعد هدفه الضغط فحسب، بل زرع الشك بين سلمان وعائشة. بدأ يقول له: ألا ترى أنك تغيرت؟ زوجتك تجعلك ضعيفاً. تفاجأ سلمان وقال: ما هذا الكلام؟ عائشة دائما تقف معي. قال نعمان بهدوء مسموم: هذا هو المشكل، لقد بدأت تثق بها أكثر من اللازم. ماذا لو عرفت عن ماضيك؟ هل ستبقى معك؟ كانت هذه الكلمات كالسهم في قلب سلمان. كان نعمان يعرف تماما نقطة ضعف سلمان الكبرى، خوفه من فقدان ثقة عائشة. كان يعلم أن سلمان لن ينكسر بالسجن ولا بالفضيحة، بل بهذا السؤال الواحد: ماذا لو تركتني عائشة؟ وقد قرر نعمان في قرارة نفسه: إن لم يستطع أن يحصل على عائشة، فسيدمر هذه المحبة على الأقل. وسلمان الذي كان يظن أن أقوى سند له هو صديقه، لم يكن يعلم أن هذا السند نفسه قد خطط لإسقاطه. وصلت القصة الآن إلى مرحلة لم يكن فيها العدو في الخارج بل في الداخل، وأخطر ضربة هي دائما تلك التي تأتي من يد الأقرب. ظل نعمان صامتا أياما، متعمدا الغياب، وفي هذا الصمت كانت خطته مخفية. كان قد رأى أن سلمان وعائشة اقتربا من بعضهما، وأن الثقة تسكن كلامهما، وأن كل واحد صار عادة للآخر، وكان هذا يحرق قلب نعمان كالنار. قال لنفسه: الانتظار بلا فائدة، إن لم يكن اليوم فلن يكون أبدا. لهذه الفكرة رفع الهاتف واتصل بسلمان. كان سلمان حينها جالسا في الغرفة يراجع ملفات، فلما رأى اسم نعمان على الشاشة كأن قلبه انقبض. تردد لحظات ثم أجاب: نعم نعمان. كان صوت نعمان هذه المرة مختلفا، لا غضب ولا لين، بل قرار. سلمان: لقد حان الوقت. اعتدل سلمان في جلسته وقال: عن أي وقت تتحدث؟ قال نعمان: عن ذلك الأمر الذي تهرب منه، أنا لن أنتظر أكثر. قال سلمان بهدوء: لقد قلت لك إنني لا أستطيع الدخول في هذا، ابحث عن طريق آخر. أجاب نعمان بابتسامة خفيفة: لقد وجدت الطريق منذ زمن، عدم قبولك كان خيارك. بعد لحظات من الصمت قال نعمان: تتذكر الدليل أليس كذلك؟ غدا سأقابل صاحب الشركة، لكن إن نفذت ما أريده اليوم فستختفي تلك الملفات إلى الأبد. ابتلت يدا سلمان بالعرق وقال: أنت تضغطني إلى الحائط يا نعمان. قال نعمان ببرود: لا يا سلمان، أنا فقط أذكرك بما فعلته يوما، وحان وقت دفع الثمن. أغمض سلمان عينيه، وفي ذهنه كان ثقة عائشة من جهة، ومن الجهة الأخرى خوف السجن والفضيحة وفقدان كل شيء. قال نعمان: أريد جوابك قبل الليلة. ثم أغلق الهاتف. ساد الصمت الغرفة، وبقي سلمان جالسا طويلا. جاءه صوت عائشة من الخارج: أضع العشاء؟ تمالك سلمان نفسه وقال: نعم، آتي حالا. كان يعلم أن القصة وصلت إلى مفترق طرق، وأن كل قرار يحمل خسارة ما، وأكثر ما كان يؤلمه أن الشخص الذي ظنه أقرب أصدقائه أصبح أخطر تهديدا في حياته. لم يخف نعمان سلمان مباشرة، بل اختار الصمت أياما، لا اتصال ولا رسالة. فظن سلمان أن الأمر انتهى، لكن العاصفة الحقيقية لم تكن قد جاءت بعد. في مساء وهو عائد من العمل وصلته صورة على هاتفه، وما إن رآها حتى ارتجفت يداه. نفس الملف القديم، نفس الوثائق، نفس التواقيع، نفس الخطأ الذي ارتكبه قبل سنوات وظن أنه دفنه في قلبه. بعد لحظات اتصل نعمان وقال بصوت عادي: رأيت الصورة؟ تنحنح سلمان وقال: كيف وصلت هذه إليك؟ قال نعمان بهدوء: هي عندي منذ اليوم الذي ارتكبت فيه ذلك الخطأ. أنت ربما نسيت، أما أنا فلا. جلس سلمان مسندا ظهره إلى الجدار وقال: يا نعمان، كان زمنا آخر، خطأ طيش، ولم يتضرر أحد. اشتد صوت نعمان وقال: لم يتضرر أحد لأنني لم أقدم هذه الملفات بعد لصاحب الشركة، لكن إن فعلت فأنت تعرف أنه لن ينظر إلى قدم الخطأ بل إلى خيانة الثقة، وستبدأ التحقيقات وقد يكون السجن. كلمة السجن ظلت تتردد في رأس سلمان. قال نعمان بنبرة ألين: لا أريد تدميرك يا سلمان، فقط نفذ ما أريده وستختفي الأدلة للأبد. سأل سلمان بصوت مرتجف: ماذا تريد؟ صمت نعمان لحظة ثم قال: أنت تعرف ما أريد. ظهر وجه عائشة في ذهن سلمان، بساطتها، ثقتها، حبها الصامت. قال بصعوبة: هذا مستحيل، إنها زوجتي.
قال نعمان ببرود: إذن استعد، قد أقابل صاحب الشركة غدا أو بعد غد، فالدليل كامل. انقطع الاتصال، وبقي سلمان كأن الجدران تضيق عليه. عاد إلى البيت تلك الليلة، فسألته عائشة: ما بك؟ أنت صامت اليوم؟ ابتسم قسرا وقال: ضغط العمل، لا شيء، لكنه كان يتحطم من الداخل بين الشرف والحرية والعائلة والمستقبل من جهة، وتهديد نعمان والدليل الذي قد يسلب كل شيء من جهة أخرى. عاش سلمان في خوف دائم، يخشى فقدان عمله وحريته وسمعته، وهذا الخوف دفعه إلى القرار الذي يهدم أساس أي علاقة. قرر أن يضحي بعائشة لينقذ نفسه، فكرة ضد ضميره لكنه كان قد أسكته. وضع خطة وقال لعائشة إنهما ذاهبان في رحلة إلى المناطق الشمالية ليبتعدا قليلا ويخف الضغط، وثقت عائشة به. طوال الطريق كان سلمان يتحدث بأمور عادية، لكن في عينيه حقيقة لم يجرؤ على قولها. كان نعمان شريكا في الخطة من خلف الستار. في الفندق حدث ما لم تتخيله عائشة قط. أغلق سلمان باب الغرفة وخرج بحجة ما، وبقي الباب مغلقا. شعرت عائشة بالخطر فورا وحاولت الخروج وطلب المساعدة، وفي تلك اللحظة ظهر نعمان. كانت ليلة جبلية باردة، وصمت الغرفة عميقا حتى إن أنفاسها بدت ثقيلة. الباب مغلق والعالم في الخارج بعيد. تذكرت وجه سلمان ووعوده وثقتها التي أوصلتها إلى هنا، وشعرت بثقل في قلبها يعمي الإنسان لحظة. حاولت أن تتماسك، لكن فكرة واحدة كانت تدور في رأسها: الخيانة. تحت وطأة الصدمة حاولت إيذاء نفسها. لم يكن ذلك ضعفا بل تحطما. لم تتركها الأقدار وحيدة تماما، فقد نجت. وفي تلك اللحظة استيقظت فيها رغبة في الحياة. تفاجأ نعمان بما رأى، لكن قلبه لم يلن. جمعت عائشة ما بقي من قوتها، حبست دموعها، وتوسلت إلى نعمان أن يتركها، وعرضت عليه المال، الكثير منه، بشرط واحد: أن يتصل بسلمان ويقول له إن زوجته ماتت، مع بقاء السر أنها حية. لم يتغير الهدف، بل أرادت مواجهة الحقيقة بصمت. فكر نعمان لحظة، متأرجحا بين الطمع والخوف، ثم اتصل وقال: زوجتك ماتت. حين سقطت هذه الكلمات على الطرف الآخر، انهارت الأرض تحت قدمي سلمان. جاء مسرعا وهو يتمنى لو يعود الزمن. فتح باب الغرفة فوقف مشدوها. كانت عائشة أمامه، حية لكنها مختلفة، صامتة، وفي عينيها قرار. طار عقل سلمان، أراد الكلام لكن الكلمات خانته. لم تصرخ عائشة ولم تتهمه، بل قالت الحقيقة واضحة مختصرة قاسية. شرحت كيف جعل الخوف سلمان خائنا، وكيف ضحى بها لينقذ نفسه. ثم أعلنت حكما أقسى من السجن. رحلت إلى الأبد بلا دعاء ولا ضجيج، مجرد قرار. قررت استعادة حياتها وكرامتها ومستقبلها. وبقي سلمان حيا، لكن بإحساس مرير أن الثقة إذا انكسرت مرة لا يعود حتى صداها.